لو انت نسوية بتهتمي بحقوق المرأة وحرية المرأة فانت محتاجة تتحجبي. السلام عليكم، ازيكم؟ اهلا بيكم في ليه الحجاب. والنهاردة هنتكلم عن السبب السادس انت ليه محتاجة تتحجبي. سبب رقم 6. السبب السادس اللي انت محتاجة تلبسي الحجاب عشانه هو عصر المادة اللي احنا فيه. العالم كله دلوقتي اهم حاجة عنده الماديات والظواهر، واحنا محتاجين اللي يقدر قلوبنا وعقولنا واخلاقنا. وانت كمرأة محتاجة ان يتم تقديرك على اساس اخلاقك وعلى اساس دينك وعلى اساس قلبك ومشاعرك وحياتك، مش على اساس شكلك ومظهرك. طالما شكلك جميل وحلو خلاص، مش مشكلة اي حاجة تانية. اخلاقك بقى وعلمك وتفكيرك مع نفسك، احنا اهم حاجة بالنسبة لنا مظهرك. وده للاسف اللي بيحاولوا يصدروه في الاعلام دايما وفي الافلام والمسلسلات. انت تفضلي ايه؟ انت تفضلي اللي يظهر للناس ايه؟ جمالك وشكلك الخارجي، ولا قلبك وعقلك وعلمك وتفكيرك واخلاقك وديانتك؟ فدي مشكلة كبيرة جدا بنقابلها في العالم دلوقتي، والحجاب هو اول خطوة لحل المشكلة دي. وصدقيني كل اللي بيقولك احنا بندور على حرية المرأة وان المرأة تبقى حرة وتعمل اي حاجة، بس خدي مني الجملة دي: هم لا يريدون الوصول إلى حرية المرأة، بل يريدون حرية الوصول إلى المرأة. ومن كتر المجاملات على شكلك وجمالك، انت في اللاوعي عندك هتفتكري ان دي قيمتك الحقيقية، ومن جواكي بتصدقي ده. ولو في يوم فقدتي ده، طلع لك حباية، شعرك مش عارف حصل له ايه، جسمك تخن، خسيتي، تحسي ان انت فقدتي قيمتك الحقيقيه، فقدتي جمالك، مع ان الجمال جمال القلب. المراه غاليه جدا عند ربنا. حتى في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بينصح الشباب ازاي يتجوزوا ويختاروا زوجه صح، بيقول لهم: تنكح المراه الاربعه لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني الدين بينصح ان احنا نختار اللي قيمته عاليه وقيمته فعلا حقيقيه، اللي هي عندها ديانه. الدين مش سطحي، الدين مش بيهتم بالمظاهر زي ما بيحصل في عالم دلوقتي، بل المرأة عزيزة عند الله، وعزتك وقيمتك بأخلاقك. اتحجبي عشان يتم تقديرك على أساس أخلاقك ودينك، مش على أساس مظهرك وشكلك. بس كده. لو عندك أي سؤال سيبيه تحت في الكومنتات، ولو عندك سؤال خاص مش عام اكتبي في الكومنتات عندي سؤال، وحد من فريقنا هتتواصل معاكي وتوصلي سؤالك ان شاء الله. ولو عايزه تخشي سبورت جروب على تيليجرام في بنات لسه محجبه جديد او بتحاول تتحجب او ماشيه في الطريق وكل المشاكل اللي بتقابلوها، فبرضه سيبي كومنت وحد من فريقنا هتدخلك الجروب. بس كده. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لو بتتفرجوا على يوتيوب، لايك على فيسبوك، وفولو على انستجرام، وما تنسوش تعملوا شير عشان كله يستفيد. واشوفكم في السبب السابع لليه الحجاب. اشوفكم على خير. سلام.